بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي اصحابي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وسلام دايما. احلى متابعين واحسن متابعين، ربنا يبارك لي فيكم ويديمكم نعمة ويديمكم نعمة في حياتي ان شاء الله، ونكبر سوا ونشوف احسن فيديوهات سوا مع بعض، ويا رب كده نكبر ونكبر دايما. دلوقتي هنعمل مع بعض صينية كيكة. انا عايزاها بالسمك ده، مش عايزاها عالية قوي. آه، تمام. هنعمل صينية كيك، كيك بالعادية خالص، مش بالشوكولاتة ولا اي حاجة، نفرح الاولاد كده في البيت وخلاص وكده. بعد النوتيلا اللي نزلنا بيها دي. دلوقتي هنعمل صينية الكيك دي، نشوفها مع بعض، واحدة بالشوكولاتة واحدة سادة. مش كلها بالشوكولاتة، كمان عملت نصها كده، حطيت عليها شوية صوص، والنص التاني كده. شايفين اللي هي بالشوكولاتة دي ارتفاعها عامل ازاي؟ اللي هي تايجر، كيكة التايجر، يعتبر كيكة التايجر دي. بتبقى مشبحة كده، عليها كاكاو وعليها حاجات جميلة كده. انا حاطة عليها من النوتيلا اللي انا عاملاها. وبعدين بألف هنا بقى، تاكلوا تفضلوا. حبايبي اصحابي، دلوقتي بوريكم ارتفاعها هون. يلا ننزل بالمقادير. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. نزلنا كوباية زيت في الخلاط، هنعملها في شفشق الخلاط النبادي. نزلت بكوباية زيت. أنا بعمل دلوقتي مقدار صينيتين، صينية يعتبر صينية ونص. هنزل ب3 معالق سمنة بقى، صغنطتين كده، مش كبار قوي يعني. على فكرة انا مش شاطرة قوي في الكيك. انا اكتر حاجة بحبها واشطر حاجة فيها اللي هو المطبخ، الطهي، اطبخ يعني بس. لكن خد الحلويات وكده مش قد كده. فعيالي طلبوا مني ان انا اعمل لهم كيك، فقلت اما اعمل صينيتين كيك اصورهم معاكم، وتقولوا لي رايكم فيهم، وكومنتات تعلقوا لي عليهم. واحب اسمع رايكم واحب اسمع تعليقاتكم. واللي يقول لي فيها غلط ايه يعني يصححيه، واللي يقول لي ايه اللي كويس فيها وايه اللي مش كويس فيها. انا يعني الحمد لله بقبل وبتعلم ودايما هو نكبر سوا مع بعضنا ان شاء الله باذن الله. دلوقتي انا حطيت كوبايه زيت و3 معالق سمنه. وايه، وصفيت حتى كوبايه الزيت كان فيها شويه، صفيتها بردك. دلوقتي نزلت كان عندي كوبايه زبادي صغيره، اللي هي بتنشرة دي. هقوم حاطه حليب اللي موجود عندي، بصراحه انا عملت بيه يعني. حطيت كوب حليب مع كوبايه الزبادي اللي انا حطيتها، مع دلوقتي كوبايه الزيت وال3 معالق السمنه. هنزل دلوقتي احط اللبن واحط واربع بيضات اهم. حطيت 4 بيضات، 4 من البيض، بدرجة حرارة الغرفة برضك. انا مطلعهم من التلاجة من فترة، وايه بقى الجو حر يعني كده يعني. صلوا وسلم معايا يا حبيبي، صلوا وسلم معايا على سيدنا محمد حبيبي سيد الخلق اجمعين، عليه افضل الصلاة والسلام. لا اله الا الله. حطيت البيض بتاعي، تعالوا نضربها في الخلاط بقى. تعالوا نضرب في الخلاط الكيكه. حطيت دلوقتي معلقه خل، معلقه كبيره خل، و ما شاء الله كده. الكيكه دي ما خدتش حاجه في الوقت في العمايل، لان شفشق الخلاط بيبقى كويس في الكيكه، سريع عن تقعدي تعمليها على ايديكي بالمضرب اليدوي. بقول لكم المج اللي هنعبر بيه هو نفس المج اللي
المج اللي عايرنا بيه الزيت هو اللي هنعاير بيه اللي عايرنا بيه اللبن، والزيت هو اللي هنعاير بيه السكر. نحط بقى المج. بوريكم دي حلويات بتاع الكيك، ينفع الحلويات كلها. دي للكيك نفسه. جايبه كوب زبادي كمان اهوت، لو احتاجته هحطه. الفانيليا، ننزل بالفانيليا. حطينا السكر والزيت والسمنه والزبادي والفانيليا. يلا نضرب بقى في الخلاط. ضربناهم، عملت رغاوي كده. اعرف ان شاء الله انها ناجحه باذن الله. صلوا وسلم معايا يا حبايبي يا اصحابي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. دلوقتي انا كنت نسيت احط الملح، رحت جبت شويه ملح احطهم. لازم تحطي ذره الملح دي في كل اكلك، لو في الاكل حلويات يعني. بتبقى البركه، بيقولوا كده بتاع اهل زمان، بيقولوا بتبقى البركه بتاعه الحاجه. وصلنا عن الرسول عليه الصلاه والسلام. نزلت بكيس فانيليا كمان عشان ما يبقاش فيها ريحه زفاره من البيض، مع ان احنا حاطين خل وحاطه فانيليا سايله. انتني اضرب فيها لغايه ما احس ان هي ايه، خلاص بقت ما شاء الله نافشه كده. عملت الرغاوه بتاع الرغاوه اللي بدي يعملها دي، او السكر او كده. هي على فكره مش هتتقل معايا دلوقتي، لان طبعا حاطه لها السوائل بس مع السكر وخلاص. لسه ما حطيتش الدقيق ولا كده. خلاص مدتك خلصت يا خلاط. يلا ايه، ابعد انت. يلا نجيب حاجة نحط فيها، نفضي فينا شفشقنا علشان نكمل بالدقيق بتاعنا. بوريكم الكيك، انا جايبة كيك شيف، بيبقى كويس في الكيك عن البودر بردك. هما الاتنين كويسين، بس بردك يعني ايه، الكيك الشيف هو الطبق ده، البولة دي هتطلع كبير صغيرة معايا، مش هعرف احط فيها الدقيق. فالمهم ايه، هجيب بولة تانية علشان احط فيها اهون. وريتها لكم اهي. معرفتش اكمل فيها بقية المقادير، رحت جايبة بولة كبيرة علشان احط فيها واعرف اقلب كويس. نقلتها في البولة التانية اهي عشان اعرف اقلب كويس وازود دقيقي. وهي كيكة مش بتحتاج تقليب كتير. الكيكة يا دوب تضيعي الدقيق اللي انت بتحطيه في السوائل اللي انت عملتيها في الخلاط دي. عشان عرفت شوية تكات كده ومعلومات هقول لكم عليها. الكيكة لما بتتقلب كتير بتبقى طعمها زي العجين كده في الاخر، بعد ما تستوي كل حاجة وطالعة كويسة وشكلها عالي وجميل. تقولي ايه، هي ليه بتلعبك، بتبقى طعمها فيه طعم عجينة كده في بقي، علشان التقليب الكتير فيها. فانت يا دوب تضيعي شويه الدقيق اللي انت حطيتيهم، تقوم كويسه معاكي، ما تطلعش ايه فيها نسبه العجينه دي. هي بجد طلعت كويسه معايا وعاليه وكل حاجه. بس انا ايه، عيالي بيحبوا اللي هي بالشوكولاته صافي كلها، فراحت لاصحاب نصيبها بقى بالف هنا. هتقولي لي هي صفرة ليه قوي كده يا هبه، انتي مش عاملاها بلبن وزبادي؟ هقولك ايوه، انا عاملاها بلبن وزبادي. بس انا دلوقتي حطيت لها كيس، حطيت عندي تانج كده، رحت حاطه لها معلقتين تانج معاهم، اداها اللون الاصفر قوي ده الفاتح ده.
ضيعنا الدقيق خلاص، هنشيلها بقى. هنجيب القالب بتاعنا ونحط فيه. دي مقادير صينيتين 2 او صينية ونص، يعني هي المفروض كانت تبقى صينية ونص، علشان الصينية التانية مش هتطلع عالية جدا اوي يعني. صلوا وسلم معايا يا حبيبي اصحابي، صلوا وسلم على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. خلينا دايما لساننا عامل بذكر ربنا في كل حاجة بنعملها في حياتنا، في اكلنا، في شربنا، في كل مكان ماشية فيه. حتى لو انت ماشية في اي مكان، في اي مشوار، مش عيب انك تحركي لسانك ولا تحركي شفايفك وتتكلمي وتذكري ربنا. ما الناس بتحرك لسانها وبتتكلم في كل حاجة، في التليفون وغيرها وهي ماشية وكده. يا ريت ذكر ربنا يتنوا في لساننا دايما، وعامل فينا في على طول نقول دايما بإذن الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. خلصنا كده. هنجيب الطواجن بتاعتنا بقى، القوالب بتاعتنا، نحط فيها الكيك، نفضي فيها عشان نوديها الفرن. طبعا الفرن ساخن. كل اول ما بدأت اصلا ان انا احط مقاديري، الفرن كنت مسخناه، مش على الفرن، وخليه على درجة 180 من فوق وتحت. انا عندي فرن بيولع علشان يسخن، عشان يبقى كويس ما يبردش ويطلع الحاجة كويسة. دلوقتي بوريكم انا عملتها ازاي بالدرجة دي. جبت خلة اسنان كده، وقعدت فرغت الهواء اللي فيها، وقعدت عملت الايه كاكاو كده. انا قسمت نصه كاكاو ونصه سادة، ورحت نازلة كده مرة كده ومرة كده، مرة كده ومرة كده، لغاية ما عملت الدرجة دي معايا، وكانت طالعة بالشكل الجميل ده. نحطها في الفرن بقى ان شاء الله، نوريها لكم. هي ما خدتش في الايد بتاع 10 دقايق، وخدت في الفرن بالظبط تلت ساعة. من ربع ساعة لتلت ساعة كده، من 15 دقيقة ل25 دقيقة، على حسب فرن كل واحد طبعا. بوريكم التانية، هي مش هعمل فيها اي حاجة. وده الصوص اللي انا كنت عاملاه واستعملت منه. يلا نحطها في الفرن بقى. بوريكم نار الفرن اهيت، كان ورع من قبلها. نحط التانية معاها. بصوا هي شقيت معايا ازاي، مش عارفة ليه، بس اللي يعرف يقولي في الكومنتات، عشان ابقى عاملة حسابي بعد كده. واللي هي بالشوكولاتة، هي اللي هي تايجر ديت هي. بس طعمها كان خطير وجميلة، بألف هنا للي كل منها وداق منها، بألف هنا. وكده الفيديو بتاعنا خلص، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنسوش تعملوا لي لايك واشتراك في قناتي، سبسكرايب، وبالله عليكم اللايك مش هيكلفكم اي حاجة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام.